الوسواس زايد عليك ليه؟ ما بتصليش الفجر. فيتامين قوي جدا 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 للصحة النفسية. الساعة اللي قبل الفجر والساعة اللي بعد الفجر. ساعة قبل الفجر فيهم ركعتين حلوين وكلم ربنا، وتصلي الفجر وتقعد شوية تذكر الله. عارف لو اليوم كله ما عملتش حاجة سينسجم معك الوقت، ستستقيم لك الأحوال العصية. لا يستطيع ساحر ولا ظالم ولا فاجر أن يتعدى على من دخل الحرم في هذا الوقت، على من احتمى في الحمى في هذا الوقت. ليه؟ لأنه قال لك إيه؟ من صلى الفجر في جماعة فهو فين؟ في ذمة الله. يعني ايه في ذمة الله؟ يعني أمانة عند الله، يعني روحانيتك أمانة لدى الله. من ذا الذي يستطيع أن يجترئ على حرمة من هو في؟ الصلاة والسلام عليك يا روح الحنانات، الصلاة والسلام عليك يا سر الكائنات، الصلاة والسلام عليك يا معدن البركات، الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله لما مضى ولا ما هو آت، السلام عليك يا رافع اللواء يا صاحب اللواء، الصلاة والسلام عليك يا وجه البشاشة المطلق الذي تحنن الله به على ذلك العالم فأشرق نوره فهدى الوجود إلى الودود. الصلاة والسلام عليك يا روح الكمالات، الصلاة والسلام عليك يا أزكى البريات، الصلاة والسلام والحنان كله عليك يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا ضميني يا رسول الله، يا نبينا يا رسول الله، يا نورنا يا رسول الله، يا حبل ودادنا يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله. لما بتطلب حاجة من ربنا وتتأخر عليك، انتظار الفرج عبادة. كل ساعة استنيت فيها اللي انت عايزه ما خدتوش ليك بيها منازل في الجنة. الساعة دي بتتحسب لك عبادة زي اللي قايم يصلي وبيطوف بالكعبة، بتتحسب لك عبادة من أجل العبادات. اوعى تيألك ان عشان الليل طول والوقت طول في بليتك انك انت احنا نسينك. هي على ربك هين، بس ربنا عايز يديك درجة الصابرين، عايز يعيشك في مقام الراضيين. اوعى تقول ما خدتش، احنا مش كفاية عليك؟ مش لاجل النبي الصبر يحلالك ويدخر كل هذا الصبر في انتظار الفرج، وبعدين تاخد اللي انت عايزه في الدنيا ويقول لك ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. سيدنا يوسف عليه السلام اذا ظلم الانسان واحد يتيم نادى مناد من قبل السماء: من الذي ابكى من غيبت اباه تحت التراب؟ انت فاكره ملوش حد؟ ده ربنا، ده ابوه كان سهل، ده اللي ربنا انت هتحل معاه ازاي؟ انت فاكر انه هو ضعيف؟ لا، ده مش ضعيف، ده كان باب مفتوح لك على الجنة، عشان لو قويته وعطيته واكرمته ومسحت دموعه اعتقد كنت ممكن توصل بيها لما لا يصل اليه العباد ما لم يفعلوا ذلك من المروءة. في ناس تلاقي الواحد اخوه مات ما بيدخلش بيت اخوه. ألم يكن هذا من عواكس النخوة والمروءة؟ ينفع ده؟ لما يكون لنا صديق او اخ وعشرة ومات نسيب ولاده؟ الوفاء للعشرة، الوفاء للأخوة. ممكن الواحد تلاقي ابوه مات وامه عايشة الواحدة ما يسألش عنها، دي تبقى مروءة؟ دي هو ده دين؟ الجنة بابها مفتوح لك اهو، باب مفتوح لك على الجنة، اغتنموا. مين يعرف يغيثك من اللي انت فيه الا ربنا؟ تفريج الكروب لا يقدر عليها الا الله، كل حل الازمات لا يقدر عليها الا الله، لكن هو حطت ايدك على خدك هتحل لك مشاكلك. كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر يقول لك هرع الى الصلاة، فر من همه الى ربه، لجأ من شدته الى مولاه ليقدر يحلها. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، حتما سيكفيك غدا ما يكون. أول ما تشتد عليك شدة اطفي نارها بالوضوء، وافتح باب الفرج بتكبيرة الإحرام، ثم قف بين يديه وتغن الحمد لله رب العالمين بلسان المضطر الذي يناجي كاشف الضر. صلي. عايز توصل للي ما وصلتش ليه الملائكة؟ صلي. عايز تشوف اللي سيدنا النبي عاشه في مرقى المشاهدة؟ صلي. عايز تفتح باب المكالمة مع صاحب الكون؟ صلي.
اللهم إني أسألك فرجا عاجلا لكل مكروب، فك عنا سحر الساحرين، اللهم حل عقد من سحر يا رب العالمين، واشفنا ونجنا من الهم واجعل لنا منه مخرجا، اصرف عنا عضال الداء ونجنا من سائر البلواء، واقض عنا الدين ونجنا من الفتن، وصد عنا المعتدين. اللهم ولنا نظرة من نظرات حنانك التي إذا أوليتها ضعيفا قوته، وأوليتها ذو كرب ونكد فرجته. اللهم احفظ علينا بيوتنا وعوراتنا وبناتنا وبنيننا وأحبابنا وأولادنا، ولا تجعل للشياطين عليهم حظا ولا منهم نصيبا يا رب العالمين. صد عنا كل من يصدنا عنك، واصرف عنا كل من يصرفنا. امي رحلت وما عرفتش اغنى منها، ابويا مات وانا كنت مزعل، مفيش فرصه تاني. 5 افعال يقدر الانسان بيهم يلحق ما فاتوا من والديه حتى لو انتقلوا: الصلاة عليهما، كثرة الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما. روح لخالتك وكرمها، روح لعمتك وكرمها، لأن ده يفرح أبوك ويعليك عند ربنا. طبعا لأبويا بقى مات ولي أنا أخت منه، لسانها طويل شوية، عصبية شوية، نكدية شوية، اكرمها عشان ابوك، ما يجراش حاجه، اتحمل شويه يا اخي زي ما كان ابوك متحملها لانها بنته. عندي اخ احسن اليه يأذيني، اروح ازوره يهجرني، يقول لك لا طالما ما قدرنيش انا ما قدره. حاسب مش الدين مش كده. وصله الارحام التي لا توصل الا ايه؟ واكرام صديقهما. لما يكون ابويا توفى ولا امي توفت وليها صديقه جاره كانت بتحب تروح لها وتجيها، من كمال الود والبر لامك انك تروح لها وتيجي في اول رمضان زي ما كنت بتجيب لامك وتروح لها في حياتها. روح لخالتك وروح لعمتك وروح لاختك وروح لجيران ابوك واكرمهم. كله دلوقتي قاعد ماسك بقى الورقه والقلم هيعمل ايه عشان خزينه رمضان. يا عم الكل الله حاشاه ان يرى افتقارك فلا يغنيك، والا يرى اعتذارك فلا يعافيك، حاشاه ان يراك عريانا فلا يكسوك، حاشاه ان يراك مبتهلا فلا يعطيك، حاشاه أن يراك داعيا فلا يجيبك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يا سادة هذا الوجود له ودود، الكون له رب، العالم له ملك يدبر أمري ولا علم لي وهو حسبي ونعم الوكيل. إن ربا كفاك بالأمس غدا سيكفيك ما يكون، وانت ضمنتها. لا تسألني رزق غد ما لم أسألك عمل غد. من أعظم الصلوات الحلوة أوي اللي تمسكها كده ربنا يفرج بيها عنك: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. عدد ما في علم الله يطلع ايه كام دول؟ ما حدش يعرف يعد. تبقى وألسنة تهمهم في دعاء تغيب عن الكرام الكاتبين. اوعى تستقلوا بالصلاة على سيدنا النبي، هذا هو ينبوع الفرج الذي يطل على كل مشاكل الإنسان وعلى كل أهوال البني آدم. إذا لازم الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تضره الأحزان ولا تضره الأهوال ولا يضره نكد. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باب عظيم من أبواب الفرج. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجري على لسان إلا محبوب، ولا تشرق على قلب إلا مطلوب، ولا ينساها إلا محجوب، والموفق إليها سعيد والبعيد عنها بعيد. أول ما يقولوا رمضان عايزك تفرح. زمان كانوا العيال يطلعوا يجروا بالفوانيس فرحانين لأن ربنا ندانا أقبل، فكنا بنعمله عيد. دلوقتي الناس حاطة ايديها على خدها عشان فواتير البقال. رمضان مش سوق تجاري يا عباد الله، رمضان مش موطن للشراء والبيع يا عباد الله، رمضان شهر استعداد لاستمداد يا عباد الله، رمضان شهر الله، رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الإقبال، ومن حنانه بيك بيساعدك. قد إيه ربنا بيحبنا
لكونه قفل علينا باب النار قفل عليك باب النار، رايح لها ليه؟ خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. ما هو معقول بقى كده يكون قفل لك بيبان الشر بينادي عليك كل ليل؟ خليك راجل وتعال. الله بياخد من دايرة الشقاوة ينقل لدايرة السعادة من غير حسابات، فضل. طب أنا أعمل إيه؟ اعمل كده، شوف دفترك فلان وفلان 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 حاططهم في دايرة الأعداء، انقلهم لدايرة الأحباء. مخاصم أمه عشان مراته، مخاصم أمك إذا كنت مش عارف تسامحهم، مش عارف تسامح أبوه، وأنت كمان اللي ظالمة مرات ابنها. يا أبو حقوق الناس، يا ناس اتقوا الله في خلق الله. إذا نظر الله إلى قلبك وجد في قلبك شفقة على خلق الله، أعتقد تكن من أوائل من تعتق في أوائل الأيام.